والله يا بنتي قفشته بيخوني، عايزة اخد رأيك. هعمل بيه. بصي، انا بحب واحد من حوالي 7 سنين، كنا مخطوبين وبنحب بعض جدا، وهو كان بيعمل كل حاجة تفرحني لحد ما قفشته بيخوني وسبته. وبعد اول عريس اتقدم لي وافقته واتجوزته على طول، علشان كنت عايزة امشي من بيت اهلي، لان هما كانوا بيضغطوا عليا وعلى طول كنت في مشاكل معاهم. ووافقت باول عريس، وفعلا ربنا يشهد اني رعيت ربنا فيه، وهو بيحبني. بس اكتشفت ان هو بيشرب حشيش، وانا الحوار دوت تعبني جدا بجد، ما كنتش بستحمله. بكره اي حد بيعمل كده، كنت بقرف منه يا امنيه. اول مره قفشته كنت حامل واجهضت، قال لي انا اسف مش هعمل كده تاني. وحصلت مره تانية نفس الكلام وكنت حامل. بس قال ان هو الحشيش ده مش بتاعه، والكلام ده تالت مره ما كنتش حامل، بس قعد يزعق ويقول ان ديت مش حاجته وينكر وبهدلني، وان دي حاجه صاحبه والكلام الفارغ ده. هو ما مدش ايده عليا، بس قعد يزعق لي. رابع مره لقيت سيجاره حشيش مشروبه ومرميه، قال لي دي قديمه والكلام ده، وهو كويس بس في حاجات كتير وجعاني. يعني مثلا بدل الفلوس اللي بيرميها في الحاجات دي، ممكن يجيب لي واحده تساعدني في شغل البيت، خاصه اني عندي مشاكل صحيه يعني وحاجات كتيره وكده. اجهضت مرتين وبشتغل والشغل تعبني فعلا، بس علشان اعرف اصرف على نفسي واجيب اللي انا عايزاه. حتى البيت بمشيه بالفلوس اللي بيديهالي، هي يعني الفلوس اللي هو بيديهالي بس هي ديت اللي انا بمشي بيها، اما الفلوس اللي انا بشتغل بيها بصرف بيها على نفسي. اوقات بحط على الفلوس اللي هو بيديهالي من فلوسي، بس يعني اغلبية الحاجة بتبقى لنفسي. من غير ما اقول له فستان فرحي انا اللي جايباه، حتى هو قبل الفرح ما عرضش عليا ان هو يجيب لي فستان الفرح، مع العلم شيلته بالنص، والميك اب وكل حاجه انا اللي عاملاها من معايا. حتى لما سافرنا دفعت نص الفلوس. ديت حاجه كنت شايلاها ووجعاني قوي. انا نفسيتي تعبانه منه، مش قادره ان انا اتقبله. بجد يعني انا مانيش عارفه اعمل ايه. يا ريت تقولي لي اعمل ايه. بيقول لي اقعدي من الشغل وانه متضايق منه، اقول له انا عندي اقساط وحاجات محتاجه مصروف ليا. عايز يقعدني من الشغل، ولما قلت له كده بقى يقول لي مش هتعرفي تقعدي من الشغل علشان انتي مش متعوده، ولو هو اجازه وانا في الشغل بلاقي البيت مش نظيف جدا، ولما باجي من الشغل اقف في المطبخ لو الاكل ناقص ملح او زايد او اي حاجه يقعد يرمي كلام، وعلى طول بينتقدني في كل حاجه. حرفيا بجد نفسيتي متدمره. لو غسلت الغسيل بينتقدني، لو روقت اي حاجه دايما بينتقدني، لو اجي اعمل اي حاجه في اي وقت يقول لي هو ده وقته وانا قاعده بتبقى اجازتي. ما انا هعمل امتى يعني؟ انا متضايقه من ده. قابلته بالصدفه مامة خطيبي الاولاني، هي كانت بتحبني جدا، اتكلمت معايا وقالت لي ان هو مش عارف ينساكي ومش عايز يتجوز ولا اي حاجه، انتي على طول يعني في كلامنا، وانها كل لما بتشوف ابنها تقول انت السبب. انا اصلا ما كنتش طايقه جوزي وبفكر في الطلاق، وخاصه ان لسه ما فيش اطفال، يعني انا بطولي بس هو دايما بيقول ان هو بيحبني وانه ما بيقدرش يستغنى عني، بس انا اتقفلت منه ولسه بحب خطيبي الاولاني، ودايما بحس ان يعني بحس بيه، قلبي بيوجعني عشانه لما بفتكر اي موقف. مع العلم انا بقالي 3 سنين ولسه معرفتش انسى. انتي شايفه ايه؟ يا مشكله. انا مش عارفه اقولك ايه صراحه، بس الانسان اللي انت معاه انسان لا يؤتمن صراحة يعني. انت اديتيله فرصة مرة واتنين وتلاتة، حاولي تأجلي موضوع الحمل ده، حتى لو انت يعني ما حصلش نصيب دلوقتي وانت سايبة نفسك من غير اي وسيلة او اي حاجة. لا، انت اعملي بنفسك، حاولي تأجلي الموضوع بتاع الحمل ده دلوقتي خالص خالص خالص. اديله فرصة مرة واتنين وتلاتة. لازم هو تحطيه في كذا اختبار كده قبل ما تتطلقي، ولما تتطلقي تكوني عارفة انت هتعملي ايه بعدها. مش هتتطلقي علشان فلان، ما تتطلقيش علشان حد، اتطلقي علشان انتي عايزة كده، عشان انتي مش مرتاحة، مش علشان ام خطيبك هي كلمتك ورجعت الذكريات ومش عارف ايه والحاجات دي فانتي حنيتي لمجرد ان انتي مضغوطة. كلنا بنمر بضغوطات في حياتنا، وكلنا بنمر بمشاكل مع جوازاتنا، كلنا بنمر بكوارث في اول الجواز لحد ما تتأقلمي وهو يتأقلم. 3 سنين دي برضو مش فترة كافية ان انتوا تكونوا متعرفين على بعض. انا شايفة ان انتي تعملي صلاة استخارة
مرة واتنين وتلاتة وعشرة. ما قربي من ربنا جدا، ربنا هو اللي هيفيدك في المشكلة دي. آه، شوفي حطيه في كذا اختبار، ما تاخديش قرار بالسهل، القرار دوت مش بالسهل خالص خالص خالص. وفي الاول وفي الاخر برضو بقولك اعملي احتياطك، ما تحمليش ما تحمليش ما تحمليش طالما هو انسان ما يؤتمنش. معلش انت دلوقتي هو ما بيصرفش الا على قد مصاريف البيت، بس انت لو جبتي طفل ولا حاجة هتعملي بيه ايه؟ انت اللي هتصرفي وانت اللي هتتمرمطي وانت اللي هتعملي كل حاجة. ده انت من بدايتها كمان متنازلة وحاطة مشاركة معاه في فستان الفرح ومشاركة معاه في كل حاجة، يعني محسساه ان هو داخل بالمجهود، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. آه، انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انتي اتنازلتي من البدايه ودي اخره التنازلات. فانا من رايي ان انتي حطي زي ما قلت لك موقف واتنين وتلاتة، حطيه في كذا موقف، وبعد كده خدي الخطوه بتاعه الطلاق. انما من باب للطاق كده لا، بلاش. حبايب قلبي الحلوين، ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. روتين طاقه ايجابيه، روتين كله حلويات الحلويات. عملنا مع بعض العجوه، والعجوه هقول لكم الطريقه بتاعتها. إيه، يا ريت الاول قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، وكمان تقولوا لي حل المشكله دي، يا ريت يا ريت يا ريت. لايك وشير وسبسكرايب مش هفكركم بيها، انا بجد بكبر بيكم وانتوا احلى عيله، وبدعمكم انا هكبر. عملت العجوه من البلح الرطب. البلح الرطب جبت حوالي كيلو من البلح الرطب، وانا قلت دي تجربة الاول، وفصصته كده، شلت النوى منه، وبعدين حطيته في صينية. انا الفيديو الجاي ان شاء الله هعمله عملي قدامكم، بس برضو بقول لكم الطريقة لان دي كانت كمية صغيرة، كانت تجربة يعني. فشلت النوى منه، وكمان حطيته في صينية على نار هادية حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، نار هادية جدا لحد ما حسيته نشف شوية. وبعدين سبته يوم، غطيته بشاش كده وسبته يوم في البلكونة في الظهريه كده ياخد الشمسيه برضو. وبعد كده قمت جايه مدخلاه وحطاه في الكبه زي ما انتوا شفتوا معايا. الروتين ده روتين خفيف وسهل، على يعني ما فيهوش اي حاجه تتحكي، إيه غير ان هي طبيخ اليوم والحاجات اللي احنا كلنا بنشجع بعض بيها. انا هنا طلعت على الصالة بعد ما نظفت المطبخ زي ما احنا شايفين، ابتديت ان انا اروق الصالون، وابتديت ان انا اخلص اللي ورايا كده. وطبعا الارضية كانت متبهدلة تراب وعفرة طبعا من الاولاد. اللهم بارك، ربنا يا رب يحميهم ويحفظهم ويحفظ اولادكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. انا ابني كان بيساعدني وهو اتطوع في اليوم ده ان هو يساعدني، ربنا يبارك فيه ويهديه يا رب. حبايب قلبي الحلوين، يا رب الفيديو ده تكونوا استفدتوا بيه. اي مشكله او اي حاجه يا ريت تبعتولي على رسائل الصفحه. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، يا رب اعرف اكون افدتكم واستفدتوا مني وخدتوا مني طاقه ايجابيه كده. ما تنسيش بقى ان انتي تفرحيني بكومنت ايجابي كده علشان اقدر اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.